ابرز صفقات الميركاتو الصيفي 2025: فريمبونج من باير ليفركوزن لليفربول، جابا الونسو من باير ليفركوزن لريال مدريد، وارنولد من ليفربول لريال مدريد. ثلاث صفقات لهم علاقه ببعض. فريمبونج الهولندي جاي من منظومه جابا الونسو مبنيه على 3-4-3، يعني مركزه كان وينج باك. قليل قوي فريمبونج لما لعب ظهير يمين، حتى تحت قياده كومان في هولندا في خطه ال 4-2-3-1 فهو جناح يمين، رغم اللي كان بيبقى موجود ناحيه اليمين كظهير. هو لاعب برضه في منظومه 3-5-2 تحت قياده انزاجي انتر ودومفريس، حتى مع اصابه دومفريس لعب جيرتريدا لاعب لايبزيج كظهير. كل الداتا دي تخلينا نحط ثلاث احتمالات: اما فريمبونج جاي عشان يكون دكه لصلاح ولصغر سنه بيتجهز لمرحله ما بعد صلاح، او ان ارن سلوت ان هو يغير طريقه اللعب ل 3-4-3 ويدخل صلاح للعمق ويقلل الادوار الدفاعيه، خصوصا مع انباء ان فيرتس جاي ليفربول. في كلام عن باستوني في قلب الدفاع او توماس لاعب بنفيكا، وانا مع الاحتمال ده. الاحتمال الثالث ان فريمبونج جاي عشان يكون ظهير في ال 4-3-3، وفي الحاله دي هيطار الاظهره روبرتسون وفريمبونج ويخلي جرافنبرش هو ثالث قلوب الدفاع مع كوناتي وفان دايك، وفي الحاله دي هيكون ماك اليستر سوبوسلاي لهم ادوار دفاعيه اكتر. اما بالنسبه لارنولد الموضوع هيبقى اسهل في حاله انه لاعب كوينج باك مع الونسو في طريقه ال 3-4-3، لان ارنولد اكتر ما يميزه هو الشق الهجومي. ومع انتقال هويسن من برنموث لريال مدريد فهو تكمله للكلام ان الونسو ناوي بثلاث مدافعين: هويسن واسينسيو وروديجير. اما بالنسبه لبروفايل هويسن فهو بالنسبه لي اقرب لبيكيه في حاله لما الكره تكون في رجله، وافضل شويه والكره مش في رجله. جون سانتاه الالماني من باير ليفركوزن للبايرن ميونخ، مدافع كويس البايرن محتاجه خصوصا مع اصابه كيم جي وباميكانو، واضطرار كامباني انه يلعب بظهر يمين الكروات ستانيزيتش جنب ايريك داير في نهايه الموسم، فاختار موفق من وجهه نظر الكامباني اللي عينه اكيد كويسه في المدافعين بالذات. نيجي بقى للختام: ماتيوس كونها. ما عنديش معلومه هو جاي بيختار اموريم ولا من الاداره الرياضيه، بس كقرايه موقف اتوقع انه اختار اموريم، خصوصا ان اللاعب كان في منظومه ولفرهامبتون اللي بتلعب بنفس افكار اموريم بال 3-4-3. توقعي للصفقه دي او اي صفقه لمانشستر يونايتد مع الاجواء اللي لسه موجوده بالفشل.